راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا. اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع. حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. أصحابي وصحباتي أهلا بيكم. زي ما عودتنا الدكتورة حنان مدحت إن هي في كل حلقة بتقول لنا معلومات جميلة ومهمة جدا لينا. النهاردة هتقول لنا الفرق بين البكتيريا والفيروسات. تعالوا بينا نعرف مع بعض الفرق بين البكتيريا والفيروسات. اسكتوا بقى عشان نسمع. حبايبي الحلوين، صباح الخير. ازيكم؟ فاكرين الميكروبات اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت؟ الميكروبات دي فيها أنواع كتير وأشكال كتير، لكن أشهر حاجتين فيهم هما البكتيريا والفيروس. دايما بنسمع أسمائهم. الاتنين دول كائنات صغيرة جدا مش بنقدر نشوفها بعينينا، وبنشوفها بعدسات أو أجهزة مكبرة زي الميكروسكوبات بكل أنواعها. لكن يا ترى إيه الفرق اللي ما بين البكتيريا والفيروس؟ النهاردة هحكي لكم حكاية كائنات منتشرة في كل مكان حوالينا وإحنا مش بنقدر نشوفها، لكن رغم كده كل كائن منهم له شكل وحياة مختلفة عن التاني. فاكرين صاحبنا حمادة اللي شاف الميكروبات تحت الميكروسكوب في الحلقة اللي فاتت؟ حمادة كان مبسوط قوي باللي شافه، لكن فضل يفكر يا ترى الميكروبات اللي هو شافها تحت الميكروسكوب دي كلها شبه بعضها، كلها حاجة واحدة، ولا دول حاجات مختلفة زي بقية الكائنات اللي حوالينا اللي بنشوفها بعينينا؟ يعني مثلا الحيوانات، في كلب وفي قطة، في فيل، في أسد، في زرافة، حيوانات مختلفة مش كلها نوع واحد. يا ترى الميكروبات اللي أنا شفتها تحت الميكروسكوب دي كمان مختلفة؟ حمادة لما راح مدرسته حكى لسمير صاحبه عن اللي شافه وسأله تفتكر هم كلهم حاجة واحدة؟ سمير بابا كان دكتور وقال لحمادة ممكن نسأل بابا واحنا مروحين لما يجي ياخدني من المدرسة. وفعلا بابا سمير لما جه ياخده من المدرسة في آخر اليوم راح حمادة وسمير وسألوه السؤال اللي محيرهم. وساعتها بابا سمير قال لهم إن الميكروبات اللي تحت الميكروسكوب دي طبعا مختلفة، في منها فيروسات وفي منها بكتيريا، وفي فرق كبير بينهم. أول حاجة إن الفيروس أصغر بكتير جدا جدا من البكتيريا، وإن البكتيريا بتتكون من مجموعة خلايا مفردة مش بتكون أعضاء، يعني ما عندهاش إيد ولا رجل ولا عينين وبق ومناخير زينا، هي مجرد خلايا علشان يزيد عددها كل خلية بتنقسم لاتنين، وكل واحدة من الخليتين اللي انقسموا بتنقسم تاني لاتنين، وهكذا فيكتر العدد. وكمان هي ممكن تكون مفيدة وتستفيد منها في الزراعة أو في الصناعة أو في عمل الأدوية، وممكن تكون ضارة وبتسبب الأمراض، ممكن تسبب أمراض للإنسان وممكن تسبب أمراض للحيوانات وممكن كمان تسبب أمراض للنبات. وزي ما قلنا دي تعتبر كائنات حية، يعني بتتنفس وبتاكل ولها طريقة حياة معينة. والبكتيريا المضرة بتقدر إنها تدخل جوه جسم الإنسان أو تكون موجودة في التربة أو في المية أو في الهواء. سمير سأل باباه طب والفيروس؟ بابا سمير رد وقال الفيروس ده من الميكروبات الشريرة أو الضارة، مفيش منها فيروس مفيد. الفيروس كمان مش بيعتبر كائن حي لأن ما عندوش العمليات بتاعت الكائنات الحية، يعني مش بيتنفس ومش بياكل بنفس الطريقة اللي بتاكل بيها الكائنات الحية، وكل الحاجات اللي الكائنات الحية بتعملها الفيروس ما بيعملهاش. لكن هو عبارة عن جسم صغير جدا أو بسيط قوي، لكن بيسبب الأمراض إذا لقى جسم إنسان أو نبات أو حيوان يدخل جواه ويبدأ يسبب له المرض. لكن طول ما هو بعيد عن الأجسام الكائنات الحية هو مش بيسبب أي ضرر، وكمان ما عندوش أي حياة، حياته بتبدأ بس أول ما يدخل جسم أي كائن حي. والحاجة اللي بتتشابه فيها البكتيريا والفيروسات هي الطريقة اللي بيتنقل بيها البكتيريا والطريقة اللي بتتنقل بيها الفيروسات. يعني الاتنين ممكن يتنقلوا بالرذاذ، لو حد عطس أو حد كح مثلا ممكن الرذاذ دوت ينقل البكتيريا وممكن كمان ينقل الفيروسات. ومن النفس، لو في ناس قريبة من بعضها وحد كان عيان في الناس دي النفس ده ممكن ينقل البكتيريا وممكن ينقل الفيروسات. أو من السلام بالإيد مثلا، لو كانت الإيد مش معقمة أو مش نظيفة أو حد عطس وحط إيده على بقه وفيها رذاذ من العطس أو من الكحة وسلم على حد، الرذاذ ده ممكن يتنقل بالسلام أو باللمس، لو حد لمس مثلا مناخيره أو بقه أو عينيه. كمان لو كان الفيروس موجود على أي ترابيزة أو أي أكرة باب أو أي ترابزين أو أي سطح ممكن تلمسه وحد جه لمس نفس الترابيزة دي أو نفس الأكرة دي أو نفس المكان ده، ممكن الفيروس يتنقل للإنسان السليم من الترابيزة أو من السطح ده. وكمان البكتيريا نفس الحكاية،
الكلام ده خوف حمادة شوية وكمان سمير لما لقوا إن في حاجات ضارة موجودة حوالينا في كل مكان، في المية، في الهواء، في التربة اللي فيها النبات، حتى على أوراق الشجر. دي حاجة تخوف جدا، يعني معنى كده إن في كائنات ضارة حوالينا. بابا سمير بص لحمادة وسمير ولما لقاهم خايفين كده قال لهم إن الاتنين كمان إحنا نقدر نحافظ على نفسنا منهم، نقدر إن إحنا ما يجيلناش إصابة بأذاهم بإن إحنا نحافظ دايما على غسل الإيدين بالمية والصابون، وبلاش نقرب من أي حد مريض، أو لو كنت أنت مريض لا قدر الله بلاش تقرب من الناس اللي حواليك عشان ما تنقلش ليهم العدوى. ولما تعطس أو تكح لازم تحط إيدك على أنفك أو فمك. لازم كمان تحافظ على الأكل دايما وعلى نظافته، ودايما تهتم إنك تغطيه علشان تحافظ عليه من الذباب والحشرات اللي برضو بتنقل العدوى، سواء فيروسات أو بكتيريا. دايما تنظف حاجتك وأدواتك وتحافظ عليها من الأتربة والملوثات، وتحافظ على أدواتك الشخصية نظيفة زي فرشة الأسنان وفرشة الشعر وقصافة الأظافر، وتكون دي حاجات خاصة بيك أنت لوحدك، ما تستخدمهاش مع حد، لأنها لو استخدمتها مع حد ممكن تنقل العدوى من الشخص اللي عيان للشخص السليم. حبايبي الحلوين، انتوا كمان لازم تحافظوا دايما على نظافة ايديكم ونظافة اكلكم، وتحافظوا على السندوتشات بتاعتكم وانتوا في المدرسة من الاتربة ومن التلوث، وما تشاركوش فرش الاسنان بتاعتكم او مشط الشعر او اي حاجة خاصة بيكم مع اي حد من اصحابكم، علشان تقدروا تحافظوا على نفسكم من اي بكتيريا مضرة او اي فيروس. حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. ولكم أرق تحيات أصغر